السلام عليكم. كيفكم؟ كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. فيديو جديد من مطبخ آية. حعمل فيه الليلة سلطة الجزر بطريقة سهلة وطعم لذيذ. بسم الله نبدأ. استخدمت 5 حبات من الجزر، معاها فلفلية واحدة متوسطة وبطاطس واحدة متوسطة و5 فصوص من الثوم. الكمية دي على حسب اختيارك وحسب المتوفر عندك، ممكن تزيدي أو تنقصي في كمية الجزر، بس يفضل إنه البطاطس والفلفلية تكون كميتها أقل عشان ما تضغي على طعم الجزر. في حلة على النار، أول ما بدأت تسخن نزلت عليها تقريبا زي 4 ملاعق من الزيت، وضفت الجزر المبشور والبطاطس. طبعا في المرحلة دي الزيت سخن كويس، فبقلبهم كويس خالص لحد ما يتغلفوا كويس بالزيت. وطبعا المرحلة دي بتكون كلها في نار عالية، وانا بحرك في المكونات، ما بوطي النار لسه. بعد ما يتغلف بالزيت كويس بقوم بضيف بعدين شنو الفلفلية اللي قطعتها شرايح. الفلفلية طبعا بتدي السلطة طعم ظريف وقوام حلو في الاخر. ممكن تضيفي شطة على حسب اختيارك. بعد ما حركتهم كويس في الزيت بغطيها وبخفض عليها النار عشان كل الخضروات دي تنزل الموية بتاعتها. ما شاء الله اللهم بارك. فشايفة شكل الخضار كيف بقى. استمريت في التحريك لما كل الخضروات بقت معاي بمستوى واحد في السوا. بعدين ضفت ملعقة من الفلفل وملعقة من الملح، والثوم اللي فرمته ب5 تومات، وممكن تزيدي او تنقصي على حسب ما بتحبي نسبة الثوم تكون كيف. وضفت ملعقتين كبيرة من الدقيق، وممكن تستخدمي المايونيز. في حالة ما عندك مايونيز ممكن تضيفي الدقيق. بحرك الدقيق كويس لما كمان كله يستوي، وبضيف عليه ملعقة من الخل. خل طعام عادي، خل أبيض. وبستمر في التحريك لما أحس إنه الدقيق استوى وما في أي لون أبيض ظاهر. كده بقت جاهزة معاي. في الخطوة الأخيرة بضيف الزبادي. الكمية دي بتاخد معاي زي 250 جرام من الزبادي. خلطته أول بالملعقة، بعدين نزلته عشان يكون سهل علي بعدين إنه يدخل في كل المكونات. مخفض النار شديد في المرحلة دي وأنا بخلط في الزبادي. وزنت طعم الملح. كده ما شاء الله اللهم بارك، بقت جاهزة ومستوية. ما شاء الله كل المكونات دايبة واستوت كويس، وكده جاهزة للتقديم. السلطة سهلة شديد وما بتاخد معاك أي زمن، وبتتأكل في كل زمن وفي كل وجبة. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوا اللايك والاشتراك في قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك. لحد إن شاء الله ما ألاقيكم في فيديو تاني. مع السلامة.